ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام. لتاني يوم ابراهيم ما يفطرش معانا. قمه الحزن يعني، قمه الزعل. كفايه ايونا. صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. النهارده بقى عملت لهم بقى ورق عنب وممبار، وعملت ايه بقى؟ دبابيس ديك رومي، حاجه كده زي العسل. يلا يا ضحى احط لك. تاكلي كده؟ احط لك في طبق. احط لك في طبق يا فارس. تعالي. اوكي. النبي عربي. ايوه عليه الصلاه والسلام. يلا يا حبيبي. ثانك يو. يلا يا روحي كده ماما. لا حلو اهي اهو. شيلك دي سخنه هتبرد دلوقتي. بصوا المنظر، بصوا المنظر تحفه. عايز ايه؟ احطها لك هنا؟ عايزه هنا؟ يا دي سخنه. عايز ايه؟ دي؟ عايزه ايه؟ دي؟ احطها هنا؟ احطها لك هنا؟ حاضر. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. مش عارفه اقول لكم ايه من الكلام الجميل بتاع الفيديو الاخير ده. بحبكم قوي قوي قوي، وربنا يبارك لي فيك ويرضيك ويديك ويرزقك كل حاجه طيبه. والله العظيم مش عارفه اقول لكم ايه. فاسال الله سبحانه وتعالى هو اللي يرضيكم والله العظيم. بسم الله. ايه دول؟ ايه رايك يا فارس؟ صح. الفهم. انا كمان قوي. حلو قوي. طبعا كلكم مهما يعني هو اقول لكم انتوا بتعملوا ايه فيا في الكومنتات بتاعتكم ديت، والله العظيم اقسم بالله خلوا قلبي ده ينشرح فعلا حقيقي. كلام جميل ودعوات جميله في ايام حلوه قوي. مش عارفه اقول لكم ايه. انا ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيحبني وربنا رضاني بيكم والله العظيم. ما تتخيلوش وقفكم جنبي بدعواتكم ديت بتنصفني وبتخليني بفكر في حاجات حلوه جايه واعمل حاجات حلوه عشان اراضيكم والله العظيم. فربنا ان شاء الله يديك كل حاجه طيبه. وفي حد كتب لي في الكومنتات ادعي للثانويه العامه. بدعي لكم ربنا اللي يعلم بدعي لكم ازاي. نفسي كلكم بعد ما الامتحانات تخلص والنتيجه تطلع تكتبوا لي انا جبت كام في الميه يا طنط زي ما قلت لي، زي ما دعيتي لي ربنا كرمني وجبت النسبه اللي انا نفسي فيها. نفسي والله العظيم. وان شاء الله باذن الله كلكم تنجحوا وتجيبوا المجموع اللي نفسكم فيه وتخشوا ان شاء الله الحاجه اللي انتوا نفسكم فيها باذن المولى سبحانه وتعالى. اهم حاجه تصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام وتصلوا الفروض بتاعتكم. اوعوا تسيبوا فروضكم عشان دي اسمها فرض. يعني ده اسمه فرض، ما اسموش يعني مش حاجه على مزاجنا احنا نعملها وما نعملش. لا 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 لا. وعشان خاطر ربنا يتقبل منك لازم تبذلي مجهود اكتر. يعني تبذلي مجهود يعني ايه بقى؟ تقيمي الليل، تحاولي تزودي من النوافل، تذكري ربنا كتير، تقري قران، الحاجات دي كلها. فهمتوا؟ لكن مش واحد يقول لك ده انا ما بسيبش فرض فخور قوي انه ما بسيبش فرض. ربنا سبحانه وتعالى هو بقى خلاص كده الراجل عمل اللي عليه وكفى ووفى. لا ده فرض يعني اجباري تعمله حبيبي. لكن انت بقى عشان خاطر تنول الرضا الكبير لازم تبذل مجهود اكبر، ولازم تقرب من ربنا اكبر، ولازم تعمل حاجات احسن واحسن واحسن واحسن. خلي ربنا يتباهى بيك وسط الملائكه. فاهمين ولا لا؟ نعم يا روحي. ماشي خدي يا ضحى عشان هو بيقول لك خدي. حتى كنت عايزه احكي لكم كده قصه حلوه قوي. تقريبا يعني انا مش فاكره مين اللي حكاها او قصه. هل نعم يا ايه؟ كل يا حبيبي كل ما. مش فاكره القصه ايه، بس طلع على الحبيب عليه الصلاه والسلام زمان او معرفش امتى، بس انا سمعت القصه دي من والدتي من زمان. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا تقريبا في حد او اختص حد معين، فبيقول له هتخش. كان الراجل دوت ما بيسيبش فرض، حرفيا ما بيسيبش فرض. ومن كتر ما هو حاسس ان هو راضي ربنا الغرور انتابه. فتقريبا الله اعلى واعلم يا رب، انت اعلم يا كريم. يقول له هتخش يا فلان برحمتي ولا بعملك؟ الراجل قال لا بعملي.
انا ما عملتش حاجه وحشه، ما قصرتش في حاجه، انا صليت كل فروضي، كنت بصوم، كنت يعني كان بيعمل ايه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال له اعمل. فتقريبا ربنا جاب حاجه من الحاجات اللي ربنا خالقها حطها على الميزان، وحط اعماله كلها على الميزان. طبعا يعني الشيء ده اللي ربنا خلقه هو اللي رجح. طبعا انا سمعت رمش او حاجه خالقها ربنا بسيطه جدا حطها، والحاجه دي هي اللي رجحت، هي اللي طبت. فسبحان الله احنا مش هنخش غير برحمه الله. زي اللي قتل 99 نفس وعايز يتوب ومش عارف يتوب ازاي، ومش عارف هل يعمل ايه عشان هل ربنا هيغفر له بعد ما قتل 99 نفس. فراح لمين؟ قبل ما يتوب كان ماشي لقى والعياذ بالله واحد مطلع حد من التربه، وكان هيعمل فيه جنايه او يعمل حاجه فيه مش كويسه، فراح قتله عشان ما يعملش الشيء اللي مش كويس ده. قال ما جاتش على المية نكملها. المهم هو ماشي في الطريق قاعد يقول طب انا عملت خير، الخير ده يعني ما يدخلنيش الجنه؟ لا هيدخلني الجنه ازاي؟ ده انا قاتل 99 نفس. بس عيال بيقول له ضحكوا لي. كلي، شفتي بيقول لك كلي كلي. بسمع اسمعي، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. فراح لشيخ قال له يا شيخنا انا شفت واحد كان هيرتكب والعياذ بالله حاجه وحشه في حد ميت وانا قتلته، ما رضيتش اخليه يعمل حاجه وحشه وفي حرمه ميت ومش عارفه ايه. فالراجل خاف منه لما قال له انا قتلت 99 نفس، خاف لا يقتله هو كمان. قال له طيب ايه اعمل ايه؟ قال له خد العصايه ديت، جاب له عصايه جريده ناشفه حشفه، قال له حطها في الارض، اذا اتزرعت وطلع لها زرع اخضر يبقى ربنا ايه؟ هيغفر لك وهتخش الجنه. اخذ الجريده وحطها في الارض وراح غارزها في الطين وقعد يسقيها، الا يا اختي ما عايزه تطلع ولا زرعه ولا حاجه خالص، وحشفه ناشفه. المهم ايه؟ راح له تاني قال له طب انا غرستها وكده ربنا مش راضي عني؟ قال له لا، خايف برضو منه الراجل. قال له لا هقول لك بقى. قال له امشي من المسافه الفلانيه للمسافه العلانيه، لو وصلت للنهايه يبقى ربنا ايه؟ غفر لك ورضي عنك. قال له بجد؟ قال له اه. قال له ماشي. فضل يمشي 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 مسافات بقى بتاعت زمان، انتوا عارفينها بقى، مسافات، ولا كان في حاجه يتركب ولا بتاع، ماشي كله يا اما بجمل يا اما بحصان. طبعا ولا عنده جمل ولا عنده حصان، بيمشي لازم على رجله. ولا كريم ولا اندرايفر. المهم صليتوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. ففضل ماشي ماشي. المهم الروح بتاعت ربنا حب ياخدها في الوقت ده. الروح ربنا اخدها، الراجل توفاه الله. فجت الملائكه محتاره، الراجل ده ناخده على الجنه ولا ناخده على النار؟ قال لك نقيس المسافه اللي مشيها، اذا مشي اكتر من المسافه اللي متبقيه. نعم يا روحي تعالي. اوبا. فاذا المسافه اللي مشيها الراجل ده اكبر من المسافه اللي هي ما مشيهاش، يبقى ان شاء الله ملائكه الجنه هتاخده. وملائكه العذاب قعدت تقول طب لو المسافه كانت اقل، قالت له انتوا اللي هتاخدوا. المهم ربنا سبحانه وتعالى لما حب يعبده، وربنا رحمته وسعت كل شيء، فراح مقصر المسافه اللي ما مشيهاش وزود المسافه اللي مشيها. ودي رحمه ربنا، والله اعلى واعلم. يا جماعه احنا بنحكي الحاجات اللي اتحكت لنا صغيرين، هل هي صح ولا غلط؟ الله اعلى واعلم. بس الواحد يعني ياخد العظه. عظه ان يعني، وحاجه يعني تقول لنا ان ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى بيغفر طالما انت عايز تتوب وعايز تقرب من رب العالمين وندمت على اللي انت عملته. تأكد 100% ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك ان شاء الله باذن الله. ايه يا روحي؟ عايز ايه؟ انت ايه ده يعني اللي هو بيعمله ايام ده بقى؟ باليه، بيعمل باليه. باليه مائي، قصدي باليه ناشف. باليه هوائي. بيقول ايه ده؟ هو بيموت في ضحى. هو بيعمل كل ده علشان خاطر ضحى. النهارده بايونا ده سبته لضحى طول اليوم. عمل معاكي ايه؟ مالي عليا البيت، اقسم بالله مالي عليا الحياه. يعني انا لما باجي البيت هنا اهوت باجي جري عشان الاقيه يجري عليا يقول لي تيتا تيتا تيتا، والاقيه فرحان ويبص على الشنط اللي انا جايباها، يشوفني انا جايبه ايه، حاجه حلوه تعجبه، حاجه مش عارفه ايه. فبحبه قوي قوي. احبه
يفتح الشنط. اول ما يلاقي موز بيموت في الموز، اول ما يلاقوا الموز بقول لكم ايه، انسوا الدنيا بقى، يقعد يقطع في الموز وياكل، يقطع مش عارفه في ايه وياكل، ولو لقى حاجه تانية احلى يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بصي لزق لي ضحى ازاي. طيب اهم حاجه تعملوا ايه؟ صلوا على النبي. صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. بحبكم في الله والله العظيم، وربنا ان شاء الله يديكم الذريه الصالحه ويتجوز البنين ويجوز البنات وينجح البنين وينجح البنات باذن الله، وان شاء الله باذن الله مستقبلكم ومستقبل ولادي وكل حبايبي مستقبل ان شاء الله باهر، وربنا يهدي الاجواء يا رب باذن الله يا رب يا كريم، عشان احنا خلاص احنا في الايام ايه، في العشر اواخر من رمضان ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ان شاء الله بلغنا ليله ده القدر. انا عايزه اقول لكم اقسم بالله انا شفت منام قسما بالله شيب الراس. احكيه لكم معلش، احكي لهم بسرعه. عايز تروح شغلك قوم مش ده، انا هحكي مع الناس. قوم امشي انت. ماشي السلام عليكم. احكي بقى بسرعه. حلمت يا جماعه ان انا قفشه حيه او تعبان كبير ضخم. نعم لا لسه تعبان كبير كبير وقفشه من رقبته كده، بصوا كأن مثلا اهي زي كده مثلا قفشه كده من رقبته، هو ضخم ضخم كبير وانا ماسكاه وماسكاه من رقبته كده، وهو راح ناخذ سنتينه هنا عندي، ورحت انا بايديا رحت مطلعه سنتينه. قلت ايه، قلت استنى شويه اشوف كده السم بتاعه هيخش جسمه ولا لا، ما دخلش الحمد لله، حسيت ان انا ما فيش اي حاجه. المهم برضو قعد ينغص بس الحمد لله، قول يا رب الحمد لله. المهم لقيت لك خشبه كده ورحت ناغزه فيها بقه، فراح منزل سم بالهبل من بقه. قلت الحمد لله كده اسنانه ما فيهاش ايه سم، وانا ماشيه بيه وهو عمال يفلفص برقبته وعايز دي وانا ماسكاه جامد. المهم انتوا عارفين لما تمسكوا حته قماشه وتقصوها من النص كده، حته قماشه كأن رقبته اتقصت كده، مفيش دم ولا حاجه، كأن قماشه مقصوصه وجلد خفيفه كده ورقبته مالت. قلت ده مات ورحت رمياه. انا عارفه المنام ده معناه ايه، انتوا لو عندكم تاني تفسير قولوا لي. اهم حاجه بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.